بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صعود بشق الأنفس، صعود من عند ربنا سبحانه وتعالى، صعود عشان الشعب المصري النهاردة ما ينامش حزين. أنا مش عارف، والله العظيم ما عارف. يعني غانا تكسب 2 وبعد كده تتعادل وبعد كده مصر تكون خسرانة وبعد كده نكسب 2 وبعد كده يخش فينا الجون التاني في آخر ثواني. في ايه يا جدعان؟ في ايه يا فيتوريا؟ في ايه يا عم فيتوريا؟ في ايه؟ انت عايز من الشعب المصري ايه؟ عايز منه ايه؟ مصطفى فتحي اللي انت لعبته الماتش اللي فات بديلا لصلاح نزل قلب لك الدنيا، منزله في الدقيقة 82. يا جاحد يا جاحد، ده مفروض ان هو يبدأ النهارده لو انت كنت عايز تكسب المباراة. والله العظيم بص انا عرقان وتعبان والضغط عالي وحاجه توجع القلب اكتر ما هو موجوع والله. طب هنعمل ايه بقى ان شاء الله؟ يعني ده الراس الاخضر اللي هم يعني مريحين 8 لعيبه اساسيين النهارده بيعملوا فيك كده. امال دور ال 16 بقى ان شاء الله لما هنقابل اي فرقه، اي فرقه. احنا طلعنا التاني بمعجزه من عند ربنا ان غانا تتعادل. واخد بالك؟ غانا لو كسبت كنت انت بقيت التالت، ممكن ما كنتش تخش وكانت هتبقى حسابات تانية والكلام ده، وكان هياخدوا احسن 4 توالت غيرك انت خالص. طيب نقول ايه؟ نقول التشكيل النهارده من بدايته مصطفى فتحي. معلش، اركن زيزو، اركن مرموش، اركن ما تركنش تريزيجيه اللي هو الورقه الرابحه اللي انت ما بتحبوش، اللي واضح ان انت بتستنى له وبتحب مرموش عليه. طيب عايز اقول كلمه بقى لشعب مصر يعني. بالله عليكم المنتخب ده ينفع ان هو يكمل لو قابلنا فرقه بقى زي المغرب، السنغال، الجزائر، بوركينا فاسو، مالي، فرق كلها بتجري اقوى مننا والكلام ده النهارده الفرقه مريحه 8 لعيبه. امال لو لعبوا بالفرقه الاساسيه كان عملوا ايه؟ احنا بنموت يا عم فيتوريا، احنا بنموت والله العظيم. انا عارف ان انت مفلس فنيا وعارف ان انت ضايع فنيا وعارف ان الكشف بيجي لك وبتلاعب ناس. يعني انت النهارده الف ب كوره لازم مصطفى فتحي يلعب، الف ب كوره يبدا من البدايه، الف ب كوره تريزيجيه يبدا النهارده لو انت عايز ومرموش يبقى موجود. واخد بال حضرتك؟ يعني من عند ربنا ان انت ربنا بيديلك ماتش موزمبيق ضربة جزاء في الاخر لمصطفى محمد. الماتش اللي فات 2 من الديفنس بتوع غانا بيدوك هديتين. واخد بالك؟ والنهارده كوره مشكوك فيها اذا كان هاند بول ولا مش هاند بول، وربنا كرمنا والحكم معانا وادانا الجون حتى لو هي يعني، بس احنا بنموت. وبرضه في اخر دقيقه الشناوي، يا عم شناوي انت بتعمل هات وخد مع الراجل ده. انت كل النفخ اللي عمالين ينفخوا لك في حته تانية في حته تانية، في 3 ماتشات 6 اهداف. الجون الاخير ده ما تحط ايدك قويه وتطلعها بره خالص وبعدين تخرج وتقول لي ايه اللي ما فيش حد جه ناحيتك. طب لو جيت لعبت الماتش اللي جاي نقول انت بقى اللي بتهرب، نقول ان انت بقى اللي بتهرب. يبقى احسن ليك ان انت ما تلعبش الماتش اللي جاي عشان تنسي الناس، لان لو لعبت الماتش اللي جاي يبقى انت هربت. دي ما فيهاش كلام. ها زي ما انتوا عمالين تقولوا محمد صلاح هرب، محمد صلاح هرب. طب مين دخل على الشناوي؟ مين دخل على الشناوي عشان يقوم جاي عامل التكبيسه دي؟ خلاص يبقى ما يلعبش، يبقى هو فعلا كده اتصاب. انما لو جه الماتش اللي جاي ولعب يبقى كان بيهرب. مش محمد صلاح، مش محمد صلاح اللي كله طلع امبارح والدنيا هايجه وساب المعسكر ومشي ويسافر. الراجل قاعد مع الفرقه اهو. اتبطوا بقى، اتبطوا. محمد صلاح ده اسطوره، اسطوره. وطالع اللعيبه اللي نص محترفين اللي هم مفروض يعني مثلا يتكلموا عنه ومفيش حد محترف وكان عليه النضاله وجه عمل مع منتخب مصر سواء منتخب مصر ولا بره كده. مفيش حد فيكم جاله طياره خاصه. ها انا ما بتكلمش على الجماهير، كل واحد يقول اللي هو عايزه، كل واحد ما لعبش كوره يقول اللي هو عايزه، من حقه يقول اللي هو عايزه. انما انا بعيب على صف الاعلاميين اللي مفروض مع الدوله ومع محمد صلاح، وكمان بقى اللي بزيد على الناس اللي هي كانت محترفه
وهم عارفين نفسهم بالاسم طالعين يقول لك ايه، انا لو برجل واحده. انت ما كانش ليك لازمه اصلا في الاحتراف، انت كان امنيتك ان انت تيجي منتخب مصر مع الجيل اللي هو القوي بتاع حسن شحاته، لان ده هيضيف لك. انما صلاح لما بيجي هنا احنا بنخسره اللي هو البلندور، بنخسره بودابست اللي هو مش عارف، كل الجوائز دي احنا بنخسرها له عشان بيجي يلعب معانا، لان لا في فكر ولا في لعيبه ولا في اداء ولا وتيجي كله عشان الهجمه القذره الممنهجه اللي معموله عليه من يوم 7 اكتوبر. ها، طلع او ما طلعش، هو لو طلع او ما طلعش كانت الحرب هتقف. ها، بعد كده بيروح ليه المستشفى بتاعت الاطفال الاطفال بتوع السرطان ليه؟ واخد بالك؟ وحمله ممنهجه. وبعد كده يجي يقول لك هو بيحتفل ليه بالكريسماس؟ ليه بيحتفل بالكريسماس مع ان كل اللي بيتكلموا ده كلهم بيحتفلوا؟ واخد بالك؟ ويجي بعد كده في ماتش تنزانيا يقول لك الكره اللي ضربت في العارضه والراجل اصل مالوش نفس يلعب معانا، اصل هو بيتعالى، اصل هو مش عارف ايه. وبعدين يطلعوا يقول لك ايه، اصل هو كان المفروض ما ياخدش شرط الكابتن من احمد فتحي، المفروض ما ياخدش اوضه لوحده خاصه. يا عم انتوا ما تعرفوش اصلا صناعه النجم دي ازاي؟ ده بيبعتوا له طياره خاصه. يا جهله، يا جهلاء، بيتبعت له عشان انت ما تبعتلكش طياره خاصه لانك ما كانش ليك لازمه في الاحتراف. فانا بقول للشعب المصري ماشي من حقك. واحد يطلع يقول لك ايه، لا 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 ده عنده شد خفيف ومفروض يلعب. واحد تاني يقول لك ايه، لا 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 ده بيهرب. ماشي، دولت عشان ما لعبوش كوره وما حسوش بالكوره ولا لعيب الكوره ولا اصابات اللعيبه، واخد بالك؟ يقولوا اللي هم عايزينه. انما تيجي من لعيبه محترفه ثم من اعلاميين على مستوى يسخروا البرنامج بتاعهم عشان يهاجموا صلاح. ها، فاعتقد ان صلاح ربنا هينصره وهترجعوا كل اللي غلط فيه هيتأسف له، واخد بالك؟ لان هو الراجل ما عندوش القذارة بتاعتكم، ما عندوش النفسية بتاعتكم القذرة الوسخة اللي هي يعني ايه الحقد ده؟ ايه الحقد؟ انا ما بتكلمش على الجماهير تقول اللي هي عايزاه من حقها، انا بتكلم على الناس اللي هي شمت الاحتراف اللي هو كان احتراف وهمي. واحد يطلع يقول لك ده انا لو بنص رجلي كنت لعبت عشان مصر. ما انت مالكش لازمه، لانك لازم تلعب حتى لو بنص رجلي، لانك انت ابيض يا ورد. فانت بتاخد الشو وتاخد الترند على حسب محمد صلاح. لا، محمد صلاح اللي عمله، انت احترفت ما خدتش ميداليه صفيح. في احترافك اي حد احترف ما خدش ميداليه صفيح باستثناء هاني رمزي، بس هو اللي خد بطوله الدوري الالماني، واخد بالك؟ انما غير كده كله ابيض يا ورد، وطالعين يصفوا حساباتهم مع محمد صلاح، وطالعين ينفسنوا. بانت النفسيات الوسخه بانت على حياه. ويا صلاح انت شفت الناس كلها اللي هي المفروض احترفت وشافت الاحتراف طالعين يقطعوا فيك، واخد بالك؟ وانت ان شاء الله ربنا هينصرك. فانا بقول برغم كل ده من عند ربنا، غانا تتعادل بعد ما كانت كسبانه 2-0، احنا نتعادل بعد ما كنا خسرانين 1-0، والراجل اللي اسمه فيتوريا بيموتنا وبيسيب مصطفى فتحي اللي لعبه الماتش اللي فات اللي كان لازم يبدا بيه هو تريزيجيه لو عايز يكسب. هو مش عايز، هو مش فاهم حاجه، والله ما فاهم حاجه. على العموم ربنا معانا، وفي دور ال 16 نقابل فرقه حنينه ما تكونش فرقه قويه، عشان هنتعب وهنزعل وهنتضايق بجد، لان الناس مفكره ان احنا هنوصل كده للنهائي بالشكل ده وبالفكر ده بتاع الراجل. ربنا يستر. استودعكم الله في فيديو قريب باذن الله، ونلتقي على خير. السلام عليكم.